بيبدأ الفيلم على سواحل جزيرة مالطا، وبنشوف شاب واخد المركب بتاعه وراح يصطاد، وفضل ماشي بالمركب لحد ما وصل أعماق المياه. بعد كده وقف القارب بتاعه عشان يصطاد. فجأة بتيجي عليه عاصفة ضبابية بتمنع الرؤية. وقتها الصياد ما كانش شايف أي حاجة في المكان، ويستغرب من العاصفة ديت اللي حصلت فجأة، وبدأ يتحرك بالمركب واحدة واحدة. فجأة وهو بيلم السنار بتاعه المركب خبط في حاجة مجهولة. وقتها الصياد فضل يبص يمين وشمال عشان يعرف ايه اللي خبط في المركب، لكن للأسف الرؤية بتبقى صعبة ومعدومة. ساعتها الصياد بيترعب ومش عارف ايه اللي بيحصل. بعد كده بيشوف مركب غريبة جاية عليه وبتقرب منه، وفضل يتلفت على أي حد موجود عليها، لكن العاصفة الضبابية ما كانتش مساعداه. راح قرب من المركب أكتر ولف حواليها، ولمح اسم المركب اللي كان مكتوب عليه إيلوس، وفضل ينادي على أي حد عشان يرد عليه أو يساعده. وللأسف بعد محاولات كتير ما حدش رد عليه. راح قرب من المركب أكتر وأكتر لحد ما وصل لشباك المركب وبص جواه وما شافش حد موجود. ساعتها فضل يستغرب المركب إزاي ماشي لوحده، لازم حد موجود فيه. بعد كده بيربط المركب بتاعه في المركب الكبير، وقرر انه يطلع على المركب ويعرف ايه حكايته. وفعلا الصياد بيصعد على المركب، وفضل يخبط على الباب بتاع المركب ان حد يرد عليه، لكن للاسف محدش برضه بيرد عليه. راح قرر انه ينزل تحت في المركب ويدور على اي حد موجود فيه، وبيتفاجئ فعلا ان مفيش حد موجود في المركب، والمركب دي ماشيه وحديها. لكن الاكل والشرب والحاجات الموجوده بياكد له انه كان في حد موجود في المركب. وقتها الصياد بيكون هيتجنن عشان يعرف ايه حكايه المركب والناس اللي عليها راحت فين. بعد كده بيقرر انه يدور في غرفه تانية موجوده في المركب، يمكن يلاقي حد نايم او تعبان موجود فيها. وفعلا الصياد بيدخل الغرفه التانية، وللاسف مش بيلاقي حد موجود فيها، لكن بيستغرب لما بيلاقي ملابس وهدوم، معنى كده ان كان في حد عايش فيها ومن فتره قريبه مش بعيده، لان الاكل الموجود على المركب لسه فريش وطازه. بعد كده الصياد بيدخل الحمام يدور فيه، وللاسف برضه مش بيلاقي اي حد موجود. بعد كده بيرجع تاني لاول المركب، وهناك عينيه بتجي على راديو موجود، فقرر انه يستخدم الراديو ويتواصل مع اي حد موجود، لكن للاسف محدش بيرد عليه.